ده انتي سمرة كده ليه؟ ايه ده شعرك اكرت قوي؟ ايه ده انتي مش ممكن اخوكي ملون وشعره اصفر، انتي ما طلعتيش زيه ليه؟ اكيد شعرك ده مربي حاجات جوه. وكان طول الوقت بيبقى فيه زي كلام سلبي على شعري، على شكلي، لانه حسب مقاييس المجتمع انا ما كنتش جميله. وللاسف الجمل دي كانت بتاثر في نفسيتي، وكانت بتدخل على طول كده لقلبي ولعقلي، وكنت بصدقها طول الوقت. لحد ما التيرنينج بوينت او نقطه التحول في حياتي كانت سافرت امريكا، ولانه الناس هناك مختلفه خالص فكنت بالنسبه لهم المختلف الحلو. لقيت نفسي بسمع كومنتس جميله قوي، كنت بستغرب قوي الكومنتس ديت، انتوا بتقولوا ايه يا جماعه؟ انا كنت بسمع حاجات مختلفه خالص عن اللي انتوا بتقولوها. وبدات الافكار اللي جوايا المترسخه واحده واحده تتفتفت، وابدا افكر بطريقه مختلفه. بدات اعمل كونتنت على التيك توك، فبدا يجيلي نوع جديد من التنمر، وده يدل انه الناس بتدور على اي حاجه تتريق عليها او تتكلم عليها. عندي رسالتين: رساله للشخص اللي بيتنمر، مفيش مسطره للجمال، مفيش مسطره لكل الشخصيات، كلنا مختلفين عن بعض، وربنا خلقنا بشكل مختلف مميز. من حقك تختلف ومن حقك تعترض، وينفع تقول رايك في اي حاجه، لكن الطريقه بتفرق. حلو قوي ان احنا نكون لطاف مع بعض. الرساله التانية للشخص لو انت بتتعرض للتنمر، انا عارفه ان هي حاجه صعبه قوي وحاجه بتودي لحتت ضلمه قوي. حاجه من الحاجات اللي ساعدتني جدا ان انا امشي المشوار دوت هو ربنا. الله بيعرف يتعامل معانا بطريقتنا المميزه ويورينا نفسنا من عيونه، فمش اي حد يعدي يقول له كلمه يصدقها عن نفسه. تكون عقولنا ثابته وعقولنا بص على ربنا بس. اشجعك انه تبص على نفسك من مرايه الله.